السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب كل الناس دايما بخير يا رب. اهلا وسهلا بيكم في جولة جديدة من جولات محطتنا المعتادة الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الغردقة. اهلا وسهلا بحضراتكم. قبل ما ابدأ الفيديو عايز اقول حاجة: الرضا لمن يرضى. ارضى عن كل شيء في حياتك، ربنا هيرضى عنك. نبدأ الفيديو بتاعنا. النهاردة إن شاء الله رايحين موقع من المواقع، حي سكني ممتاز جدا هادئ يقع على البحر مباشرة في الأحياء. هو حي الوليد ابن طلال. بيمتاز شوارع واسعة، تقسيمة الشوارع كويسة جدا، عماير أغلبها جديد، في شقق كتير شايفة البحر للناس اللي غاوية ومحبين رؤية البحر. بدأنا رحلتنا من الأحياء. الأحياء بتمتاز إن هي الهواء النظيف والهدوء، وجوه الأحياء في أحياء سكنية أسماء كتير زي اللي احنا رايحينه النهارده الوليد بن طلال، وفي الأحياء اتحاد ملاك ورا اسم شرطة الغردقة، وفي حي الجوهرة، وفي الفيروز، بس الفيروز دي عماير حكومية، واللؤلؤة، وفي مساكن شعبية اللي هي مبارك 11 و12 و13 و14، وكل مكان واخد موقع لوحده. يعني على يميننا هنلاقي حي الوليد بن طلال، وجنبه على طول الأحياء اتحاد ملاك اللي ورا اسم شرطة الأحياء. الأحياء فيها جامعة الغردقة الجديدة، واللي على يميننا ده هنلاقي البحر، شاطئ صغير كده، ده شاطئ مجاني متاح لكل الناس. تقدر تجيب شمسيتك الصبح كده، كراسيك الجميلة، وتقعد براحتك خالص من غير رسم دخول. بس للمصداقية الشاطئ مش رملي، يعني انت ممكن تستمتع برؤية البحر وتقعد على البحر بس، انما الشاطئ مش رملي. حي الوليد بن طلال حي مميز جدا. انا عن نفسي شخصيا برتاح له نفسيا. عماير اتحاد ملاك، تقسيمة الشوارع كويسة واسعة، العماير جديدة، هو ده حي الوليد بن طلال اللي احنا داخلين عليه دلوقتي. على فكرة انا مش ماشي عكس اتجاه، ده بنسميه البطيء، رايح جاي، يعني في عربيات هتقابلنا واحنا ماشيين دلوقتي، فانا مش ماشي عكس اتجاه. ده اسمه البطيء علشان تدخل الحي السكني بتاعك. للعلم لو حضرتك ما جيتش الغردقة قبل كده، الأحياء زي ما انت شايف منطقة عمرانة فيها كل حاجة، كل شيء تتخيله. وما يميزها الناس اللي بتحب الهدوء، تصلح للأجازات والاستثمار وللسكن. 3 حاجات دول. عايز شقة سكنية في منطقة هادية، هي دي. عايز شقة سكنية
وتفرشها فرش نظيف وتأجرها مفروش، هي دي. عايز شقق شايفة البحر، هي دي. عايز شقق للأجازات لو أنت مقيم خارج مصر وبتنزل أجازات، بدل ما تنزل الفنادق يبقى لك مكان شقة في مكان محترم، هو ده. حي الوليد ابن طلال، متقسم تقسيمة كويسة، شوارع واسعة، عماير جديدة، هتلاقي فيها شقق كتير شايفة البحر لو انت من محبين البحر. وفي جنبك شاطئ زي ما قلنا، وفي شاطئ تاني في الوليد بن طلال. مساحات الشقق هنا مختلفة. انت هتلاقي هنا استوديوهات لو انت عايز غرفة وصالة، وهتلاقي شقق مساحات 90 متر، وفي 100 متر، وفي 120 متر، وفي 150 متر، حسب طلبك هتلاقي. وفي متشطب، وفي على الطوب، لان في ناس كتير جدا بترغب ان هي تشتري شقة على الطوب ويشطب على ذوق. انا بحترم جدا اصحاب العماير اللي بيزرع شجرتين حلوين قدام العمارة بتاعته او قدام بيته. هنا انا وقفت برضو خدت لكم لقطة فيو البحر الجميل بتاعنا. الشجر بيفرق جدا 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 في المكان. حضراتكم شايفين اهوت، اللي على الشمال مفيش فيه شجر، واللي على اليمين مجرد شجرتين عملوا ظل ومنظر جمالي جميل، وبينقي الجو، من بيديلك اكسجين نظيف وبيديلك ظل. فوائد الشجر كتير جدا، والناس اللي متابعيني من زمان من اكتر الفيديوهات بتاعتي بوصي بالتشجير. يعني شارع زي ده عرضه جميل جدا، تقسيم ممتاز جدا. تخيل لو كل عمارة قدامها شجرتين 3 على الجنبين، فالشجر ده لما يكبر هيدينا ظل وهيدينا منظر جمالي جميل للمكان وللحي السكني. هيفرق كمان كتير في سعر المكان، وهيدي لك راحة نفسية. هتلاقي هنا محلات وكافيهات ومطاعم. المواصلات شغالة 24 ساعة. حد بيسألنا عن الأجانب، الأجانب موجودين في كل مكان في الغردقة، بس بصراحة هم طبعا بيبعدوا طبعا عن المناطق الشعبية. يعني المكان اللي احنا فيه ده تلت سكانه أجانب، لأن في أجانب كتير بتحب الهدوء، وخصوصا الألمان. انت النهاردة زهقت من الفنادق، او عايز يبقى لك مكان في مصر في مدينة الغردقة، بدل ما تنزل فندق تنزل على مكانك ملكك، كل ما تحب تغير جو تنزل عليه. المكان ده لو انت مستثمر عايز حاجة، عايز شقة او استوديو تأجرهم وسعرهم بيزيد كل يوم، هو المكان ده. المكان بينادي أصحابه. سبحان الله، كل حاجة في الدنيا أذواق. في ناس بتحب الدوشة والهيصة، وفي ناس بتحب الهدوء والهواء النظيف والقرب من البحر، هو ده.
من أجمل ما يميز الأحياء، عايز تنزل وسط البلد في شارع شيراتون وممشى شيري والكوثر وممشى الكوثر، وتتمشى وتغير جو في وسط البلد وترجع الأحياء تاني، جميل. المواصلات شغالة 24 ساعة، مفيش أي مشكلة. عايز تغير جو في الأحياء نفسها، عندك كل حاجة زي ما حضرتك شايف، صيدليات ومطاعم وكافيهات وكل شيء. عايز تركب من المكان ده تروح القاهرة واسكندرية والصعيد وكل مكان في مصر، هتلاقي هنا شركات نقل سوبر جيت كتير. تعالوا نشوف اللي جنبنا ايه في المكان. جنبك على طول، كل اللي على يمينك ده فنادق سياحية، واللي على شمالنا ده الممشى السياحي الجديد في الغردقة. من النقطة دي للجونة 5 دقايق بالظبط، تروح تدخل الجونة، تغير جو في الجونة وتسهر في الجونة وتتمشى في الجونة وترجع سكنك تاني. عاوز تتمشى على الممشى السياحي، جنبك الممشى السياحي وجنبك الفنادق السياحية والكومباوندات السياحية كلها. المنطقة عمرانة يا جماعة، منطقة بتنادي أصحابها. المكان يصلح لكل الأغراض، مستثمر عايز تسكن، عايز حاجة للأجازات، هو المكان ده الأحياء. كل يوم عن يوم البلد بسم الله ما شاء الله بتكبر، الناس بتزيد في الغردقة. فمع زيادة الناس في الغردقة اللي جايين يعيشوا في الغردقة بيحتاجوا سكن، فده بيخلي البلد تكبر في العمران وبتتوسع. شايفين ده الممشى السياحي الجديد في الأحياء، وعملنا منه فيديو قبل كده. فنادق سياحية، مجموعة فنادق هواي. معلومة نقولها في الفيديو، صاحب مجموعة فنادق هواي الحاج محمد أبو النصر هو اللي بنى بالاشتراك مع محافظة البحر الأحمر، هو اللي بنى مبارك 1، مبارك 2، مبارك 5، امتداد مبارك 5، مبارك 6، مبارك 7، مبارك 8، مبارك 11 و12 و13. طول ما انت ماشي على الممشى السياحي في الأحياء، كل دي فنادق سياحية ممتدة إلى الجونة. انت قبل ما تشتري لازم تختار المكان اللي انت ترتاح فيه نفسيا، ما تبقاش ماشي مع الناس وخلاص. شوف المكان اللي انت ترتاح فيه نفسيا واشتري فيه، وشوف المكان اللي يحافظ على فلوسك والمكان اللي انت تدفع فيه فلوسك صح. مع خالص تحياتي وتمنياتي الجميع بالتوفيق، كان معكم محمد الدويج من مكتب محطة الغردقة للتسويق والاستثمار العقاري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.